أنا ما كنتش متخيله إن عزومة عائلية هتقلب فضيحة عائلية. كنا معزومين ساعتها عند جدتي، وكانت العيلة كلها هناك، وأنا ساعتها كنت بحاول أبان إني رقيقة وبتكسف بسرعة، يعني زي البنات الكيوت. وده طبعا عكس وضعي، فأنا في البيت ببقى البنت السفلو العصبية الثعلبة. المهم جه وقت الأكل قررت أساعد أمي. لو شفت اسم سيدنا محمد ما تكسلش تصلي عليه واعمل لايك واشتراك. رحت المطبخ عشان أساعدها، وكنت فاكره إنها هتديني أطباق الأكل، بس ادتني صينية الكوبايات بتاعة العصير، وأنا من النوع اللي أيدي بتتهز. أول لما وصلت على الترابيز ولسه هدي الكوبايات وأنا شايله الصيني بإيد واحدة والكوباية بالإيد التانية، رحت دلقتها على عمي. فرحت مراته، قالت لي الله يخرب بيتك يا بنتي، ده القميص لسه جديد. وكان لابنه، وأنا من كتر الإحراج والتوتر وقعت الصينيه كلها على عمي ثاني. راح قال لي ايه اللي انتي عملتيه ده، وانا تلقائي قلت له معلش، اصل العصير كان سخن شوية.